السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من فرنسي في الملعب. منتخبنا بيودع كأس الأمم الأفريقية بالهزيمة من السنغال 1-0، والعقدة مستمرة بلا شكل، بلا هوية، بلا طعم. ما عندناش مشكلة إن احنا نخسر، لكن المشكلة في اللي احنا قدمناه. ما قدمناش حاجة. يعني انا ما عنديش مشكله في ان احنا نخسر من السنغال عادي، وده في قبل النهائي وارد. لكن اللي عندي مشكله فيه ادائنا النهارده. لعبنا الماتش اللي فات على التحولات. طبعا كان الماتش ده السنغال، يعني الراجل المدير الفني بتاعهم يعني هرشك وعجنك وحافظك وحافظ طريقه لعبك، لكن نص الملعب اتاخد منك. نص الملعب بتاعهم قوي جدا بقياده جناجيه، يعني راجل تقيل قوي في نص الملعب. في نص الملعب اتاخد. امام عاشور اللي كان بيعمل لك الفرق ما بقاش موجود النهارده. طول الماتش امام ما جاش. هو ده اللي كان بيتحرك، كان مجهود الماتش اللي فات، وبيحاول ان انت بيضغط على اللعيبه من قدام، واللعيبه مش عارفه تطلع بالهجمه صح. فانت دلوقتي بقى عندك مشكله كبيره ان انت ما عملتش حاجه. ما فيش اللعيب اللي هو بيقدر يعمل لك التحولات اللي اصلا طريقه لعبك دي مبنيه عليها. طيب من بدري اخرجه، خلاص خرجه ونزل زيزو بدري. العب بمهاجم تاني، العب بمهاجم اولاني، سوري، يعني مصطفى محمد العب بمهاجم اصلا. لكن ان انا افضل انا مستني لغايه 82 دقيقه انا ورا ما شوط الشوطه على الجون، ده مش موجود في قاموس اللعبه، الا لو احنا هنخترع لعبه جديده، لكن ده مش موجود. فتوح انا ما اعرفش اصابه ولا لا، بس غير عجيب غريب. تريزيجيه بعيد كل البعد عن مستواه، فبرضه تغيير ما فهمتوش. فانت اول تغيير عملته نزلت زيزو، اعتقد بعد الجون. فانت فين قرايتك للماتش؟ ولا حاجه، قاعد بتتفرج زيك زينا بالظبط. مفيش فرقه بتلعب بتدافع طول 90 دقيقه بالمنظر ده. احنا مع كوت ديفوار جبنا 3 اهداف، عشان كده قلنا ان احنا مقفلين صح وبنلعب على التحولات. لكن ان انا اقفل بس، مش حاجه اسمها كده. مش كوره في الدنيا كده، وعمرها ما ولو مشيت معايا ماتش مش تمشي معايا التاني. وبعدين مفيش متعه في الكوره. يعني انا ما عنديش مشكله ان انا كنت عملت هجمات ولعبت النهارده وخسرت عادي، لكن عندي مشكله في الشكل بتاعنا. شناوي كرة برضو من بعيد، هي ماليه في وش رجله وكل حاجه، بس برضو من بره ال 18 يعني شناوي. يعني كانت مش صعبه، يعني مش مستحيله. وبعدين الجون الكبير هو اللي بيشيل الكور المستحيله، مش اللي بيشيل الكور العاديه. ما انت لو شلت الكور العاديه يبقى انت جون عادي. فبرضو الكرة من بره ال 18 انت مش جاهز، انت مش واقف مستعد وواقف حاضر. لازم يبقى فيه احلال وتجديد. صلاح طبعا راجل على المعاش، على المعاش، وما اعتقدش ان هو يشمها مع ليفربول. بص ساديو ماني عامل ايه مع فريقه، وانت فين؟ اللي انت في يوم من الايام كنت انت نجم الفرقه. فكفايه معاشات. احنا الفرقه دي فرقه معاشات، لازم تنزل بمعدل الاعمار. لان بالمنظر ده انت، ولا انا شايف امام عاشور عمل لك ماتش واحد وخلاص وشكرا وركن. اللعيبه وقعت، ما اعرفش وقعت بدني ولا وقعت منين. ومنين البدني؟ انت مريح ماتش اصلا، الماتش بتاع انجولا ده انت مريح فيه. يعني انت ما لعبتش غير ماتشين، بنين وكوت ديفوار. فانت وقعت بدني فين؟ في انهي حته؟ مش عارف. فلازم قبل كاس العالم لازم يبقى فيه لعيبه سن صغير يبتدي يخش يدعم اللعيبه دي، لان انت خلاص الفرقه كلها فرقه سنها كبير. شناوي، معاشات،
صلاح معاشات، كل ده كبير، حمدي فتحي كبير، كل ده اللي انت بتتكلم فيه ده كبير، ربيعه كبير. فانت لازم يبقى فيه احلال وتجديد، ما ينفعش وانت عايز تلعب بفيرو التاني منزل صلاح محسن في الدقيقه تقريبا قبل النهائي بدقيقه، نزله في الدقيقه 94، يعني هينزل هيعمل لك ايه في الدقيقه دي؟ طب كان خلاص بعد الجون بقى، خلاص بقى، ما هي بايظه بايظه، يعني فرقت ايه واحد من اتنين؟ هي في 3 تغييرات في نفس اللحظه، تنزل زيزو وتنزل معاه مصطفى محمد ونزل معاه مهاجم تاني سواء اسامه فيصل او صلاح محسن ايا كان. خلاص بقى العب بقى الكل في الكل. لكن انت قاعد بتتفرج زيك زينا، ده غريب جدا بالنسبه لي. ودعنا البطوله، الماتش التاني هيبقى كمان شويه، هيبقى ماتش المغرب ونيجيريا. شايف لو كوره المغرب هتكسب. طبعا حدث ولا حرج عن التحكيم، انا قلت لكم قبل الماتش، قلت لكم الراجل ده سفاح انذارات، وان الراجل ده هو محطوط يعني كده للمغرب، ان كده كده اللي يجي لي حاولوا وطبعا مع الناحيه الثانيه مع اصابه كاليدو كوليبالي وديارا اللي خد الانذار الثاني، فاتنين لعيبه ما بقوش موجودين. عايزين اللي يروح للمغرب يروح متشفي. النهارده في ماتش المغرب، لو كوره نيجيريا هتكسب، لكن في توقعاتي الشخصيه ان هي مش تبقى كوره والمغرب هتكسب عافيه. لان هي متأيفه على مقاس المغرب، وما اعتقدش ان هم هيقبلوا ان هي تخرج براهم. كوره بقى مش كوره، يعني خليني ابقى يعني ايه، يعني بنتقل الفاظ، بكوره او من غير كوره المغرب هتصعد. وانا بتوقع ان التحكيم هيبقى مجامل جدا للمغرب في ماتش نيجيريا، توقعاتي الشخصيه. هارد لك للجماهير المصريه، كنا عشمانين في النهائي، كنا عشمانين في اداء احسن، كنا عشمانين في الجيل ده ان هو يعمل حاجه لنفسه، لكن تخاذلوا وضيعوا الفرصه دي عشان يكرسوا العقده بتاعت السنغال. السنغال خرجت هو نفس الجيل، خرجته في 2021 من النهائي وخدت البطوله، خرجته من تصفيات كاس العالم وصعدت كاس العالم بدالك، وخرجتك في 2025 في قبل النهائي، وبنسبه كبيره ممكن تحقق اللقب. هارد لك، اشوفكم على الف خير. ودعنا المغرب، ولكن لسه عندنا كاس عالم. اتمنى ان احنا ندعم بالتدعيمات الصح سن صغير، وابتدي اجهز صح، وان احنا نشتغل للمنظومه. اشوفكم على الف خير. السلام عليكم.